السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. صباحكم فل وياسمين، صباحكم معطر بذكر الله. يلا بينا كده، معايا فيديو النهارده خفيف، هنعمل اكلات حلوة قوي وحاجات كده تدفينا في الشتاء ده. الجو سقع مرة واحدة، ما كانش كده من كام يوم، يعني كان دافي كان كويس. مش عارفة، قلب مرة واحدة هوا وسقعة بطريقة مش طبيعية. الله المستعان، وربنا يعدي السنة دي على خير، لأن سامعين كده إن الجو يعني إيه، الشتاء السنة ده هيبقى صعب زي الصيف ما كان صعب بالظبط. الله المستعان، وربنا يهون علينا وعلى غيرنا، اللهم آمين. يلا بينا ندخل الفيديو. زي ما قلت لكم، معايا فيديو النهارده خفيف هنعمل فيه أكلات حلوة قوي تدفينا كده، وفي نفس الوقت شيك قوي. يلا بينا كده ندخل الفيديو. زي ما انتم شايفين كده، أول حاجة جبت كام بصلة، محتاجة النهارده شوية بصل كتار كده. هاخد منهم بصلتين اتنين بس، هضربهم في الكبة لان انا محتاجاهم مفرومين ومتنعمين قوي، مش متخرطين، لا عايزاهم مفرومين قوي في الكبة كده. هنزل عليهم دلوقتي شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، شوية من بهارات الفراخ، اي بهارات عندك بتحبيها وقريبة لقلبك وبتحبي نكهتها في الاكل حطيها. وحطي بهارات بقر الفراخ اللي ايه، اللي هي بتاعت الشوي دي. تمام. وبعد كده بقى امسكي البصلة دي دلكيها كده في البهار. وكان معايا 5 من الوراك، جبتهم وعملت لهم محلول. ونقعتهم فيه كده علشان ريحة الزفارة، ونضفتهم حلو قوي. بعد كده هاجي بقى اتبلهم بالبصل اللي معايا اللي هو متبهر بالبهارات دي. وبعد كده هنسيبهم على جنب لما نروح بقى نشوف هنعمل ايه. بس الله يسامحها بقى، بتاعت الفراخ ما كانتش يعني ايه، الورك ما كانش عليه الجلد كله كده، ما كانش كسيه. بس مش مشكلة، هنتصرف برضه، هنعالج الموضوع. وهنعمل النهاردة أحلى أكلة تحفة جدا. يلا بقى نجيب الحلة بتاعتنا ونجيب بقية البصل، ونبدأ على طول إن احنا نقطع فيه مكعبات زي ما انت شايفة كده. عايزاها تكون مكعبات كبيرة شوية، وعايزة البصل يكون كام بصلاية كده، يعني مثلا ما تستكفيش ببصلة ولا اتنين. كتري وبلاش تستخسري. تمام. البصل كل ما بيزيد كده كل ما بيدي طعم مسكر وحلو، وبيدي للأكلة كده يعني ايه، طعم حلو ولذيذ جدا. يلا بينا بقى نقطع البصل اللي معانا ده مكعبات، ونروح على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. نزلت دلوقتي كده، حطيت كده الحلة على النار وولعت النار، وهفضل اشوح شوية في البصل لحد ما يطلع البخار والمية بتاعته. ودلوقتي بقى هنزل بشوية من الزيت ومعلقة ونص من السمنة. اي نوع سمنة عندك حطي. طبعا يفضل ان هو يكون سمنة بلدي، بتدي نكهة كده وطعم حلو قوي للاكل. هافضل كده إن أنا أقلِّب دلوقتي فيه لحد ما أخلّي البصلة معايا تدبل، تدبل وتصفر، مش عايزاها تكون بقى يعني يعني مش بنعمل طبيخ، تمام، يعني مش هنحمّرها أوي زيادة عن اللزوم. لأ، هنخلّيها كده يا دوبك إيه، صفرا كده يا دوبك تدبل معايا. ومعايا برضه كام قرن كده من الفلفل، فلفل أخضر على فلفل أحمر. لو عندِك رومي يبقى حلو أوي، بيدّيكِ شكل أحسن وأحسن كمان. بس أنا ما عنديش، فاستكفيت باللي عندي وخلاص، يعني الدنيا هتمشي، يعني مش هتقف على قرنين الفلفل وكده. هابدأ دلوقتي إن أنا أخرّط فيهم، والبصلة جنب برضه كده إيه، متابعاها على طول عشان برضه ما فيش حاجة منها إيه تتحرق وكده. وكان معايا قرن من الشطة برضه قطّعته كده عليه، برضه بيدّي مذاق حلو كده. هابدأ دلوقتي بقى أنزل على البصل بفلفل أسود وحبهان وملح وبهارات. وهابدأ إن أنا أشوّح بقى كده واشم الريحة بقى، حاجة كده تحفة جدًا. هابدأ إن أنا دلوقتي كده أفضل أقلِّب فيها على طول، ومعايا دلوقتي بسلة هانزل بيها أول حاجة، لإن هي أكتر حاجة بتاخد سِوَى. هي أي نعم البسلة ما خدتش معايا سِوَى كتير النهارده لإنها لسه طالعة، ويعني لسه طرية مش ناشفة. وهانزل برضه كده بشوية من الجزر برضه، جِبت كام جزراية كده برضه وقطّعتهم، هانزل عليها دلوقتي وهاشوّح. البسلة على الجزر على البصل على البهارات، معلقتين من السمنة أو معلقة ونص، وحبة من الزيت. كنت حطيت عليها شوية من المية كده عشان البسلة والجزر يستووا، وسبت الفلفل للآخر خالص، بحب أضيفه في الآخر عشان يفضل محتفظ بالشكل بتاعه ما يتهريش. يعني أنا لو حطيته مع البسلة والجزر في الأول هيتهري خالص، فأنا مش عايزة الشكل ده. المهم قلّبته كده برضه شوية وشوّحته، وكنت غاسلة رُز مصر عادي أبيض. هاجيبه دلوقتي كده وهافضل أقلّب فيه وهادّي له هاسوّيه نُص سِوَى كده. تمام. بُصّي بقى، أنا يعني كنت عايزة أخلّي الرُز كده، مش عايزة ألوّنه ولا عايزة أحُط عليه، ما كنتش عايزة أغيّر لونه خالص. بس أنا هاحشي الوراك بتاعة النهارده بالرُز، فحبّيت إن أنا برضه أدّي له لون كده علشان يبقى شكله حلو في الفراخ. تمام. هانزّل عليه شوية كده من بودرة الزعفران، هيدّي له لون تحفة جدًا. وهافضل برضه إن أنا أقلِّب فيه كده علشان أدّي له إيه، اللون الحلو اللي أنتم هتشوفوه دلوقتي معايا.
حسيت إن هو محتاج كمان شوية، فحطيت له كمان حبة كده علشان أوصل للون اللي قدامِك ده، شُفتِ اللون؟ تحفة جدًا، جدًا. دلوقتي كان استوى نُص سِوَى كده، فهاطلّع منه شوية في طبق خارجي، وهاسيبهم لمّا يبردوا خالص، وبعد كده بقى نروح نشوف هنعمل إيه. أيوه كده. أسيبهم بقى على جنب كده لمّا يبردوا، وبعد كده نجيب الوراك بتاعتنا، ونبدأ على طول إن إحنا نحشيها بالرز. أنا وأنا باغسل الوراك ديّة كنت خالية كده الجلد من اللحم، علشان لمّا آجي أحشيه ما يبقاش فيه أي زفارة خالص، ولا أي مزلقة ولا حاجة خالص. برضه لو لقيتِ حتة لازقة والّا حاجة وأنتِ بتحشي كده بصابعِك كده، قومي جاية إيه، عاملاها كده يعني فاصلاها كده ما بين الجلد واللحم، علشان تحشي الرز حلو. الرز هيستوي معاكِ حلو جدًا، وهيبقى مفلفل وهيبقى تحفة خالص، لا هيتهري ولا هيعجن ولا حاجة. طالما أنتِ ضابطة الرز بتاعِك من وأنتِ لسه بتقلّبي فيه في الحلة. هابدأ دلوقتي بقى إن أنا أحشي معايا كده، وعلى حسب طبعًا الفراخ اللي معاكِ. البصل اللي هو بتاع التتبيلة اللي أنا فرمته في الكبة وكنت متبلاه ببهارات، اللي هو في الصينية ده مش هارميه، أنا حطيته في الصينية تاني. اللي كان في الطبق الكبير ده أنا حطيته في الصينية، لإن تحفة جدًا وبيدّي للفراخ معاكِ نكهة تحفة بصراحة. تمام، مش هارميه خالص، هاحطه في أرضية الصينية وهانزّل عليه المَيّة عادي جدًا. دلوقتي بقى كده هاغلي شوية من المَيّة وهانزّل عليهم برضه ملح، والبهارات اللي أنا كنت حاطاها على البصل في الأول خالص، برضه هانزّلها عليه. بهارات فراخ للشوي وال7 بهارات الملح وهانزّل برضه حبّهان وده كلّه. طبعًا أنتم شايفينّي ملبوخة كده وحاجات كده. بُصّي بقى يا ستّي، أنا قُلت لجوزي روح هات لي زعفران، راح جاب لي العلبة دي، على ما فتحتها كانت روحي طلعت مش عارفة. أنا أول مرّة أستعمله، أنا باستعمل الزعفران اللي هو البودرة اللي أنا حطيته قدّامكم على الرز ده. بس أول مرّة أستعمله. فأنا هاجيب دلوقتي كده معلقتين من الزيت وهانزّل عليهم كام واحدة من الزعفران اللي هو جايبه ده، بس بيتهيأ لي دي مش طريقته يعني ده بيتحط في حاجة تانية بقى. آآ فإيه، فبرضه هنحط برضه الزعفران اللي كان معانا اللي هو البودرة، علشان عايزة ألوّن وش الفراخ اللي معايا كده وأدّي لها لون جبار. بُصّي أهو، خلّينا كده في الحاجات اللي إحنا عارفينها دلوقتي. أهو حطيت شوية من الزعفران على شوية من الزيت، وهابدأ إن أنا دلوقتي أدهن كده وش الفراخ بتاعتي عشان لمّا أدخّلها الفرن تاخد معايا وش تحفة جدًا. أيوه كده، الله عليك. هاغطّي عليها دلوقتي كده بورق السلوفان وهادخّلها الفرن. حطيت كده كام حبّاية من حبّهان عشان تشم الريحة بقى وتقولي يا سيدي. لو عندِك ورقة زبدة حطّي، بس أنا ما كانش عندي، مش ما عنديش، عندي بس كان تايه مش عارفة كان فين. لقيته النهارده الحمد لله. يالّا بينا بقى دلوقتي الرز اللي كان فاضل معايا، هازوّده كده هادّي له شوية كده من المَيّة وأهدّي عليه النار لمّا يستوي كده ويتلدّن ويتردّد كده براحته خالص، خالص. تمام، ما تنزّليش مَيّة كتير لإن هو طبعًا كان مستوي نُص سِوَى، فهانزّل شوية بس صغيّرين كده، وهاغطّي عليه وهاهدّي عليه النار لمّا يستوي كده عشان إحنا هنتغدى بيه النهارده جنب الفراخ. يالّا بينا بقى نعمل حاجة حلوة جدًا، جدًا مع بعض. معايا حبّايتين من البصل كده هاقشّرهم، ومعايا كمان حبّايتين من البطاطس برضه هاقشّرهم كده، ونروح بقى نغسلهم ونيجي نشوف هنعمل بيهم إيه. هنعمل النهارده حاجة حلوة جدًا، جدًا هتعجبِك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، حبيبي يا رسول الله. يالّا بقى نلِم بقى القشر والحاجات ديّة نرميها كده في الزبالة، وبعد كده هنغسل بقى الخضار بتاعنا ونيجي بقى نشوف نروح على البوتاجاز كده ونيجي نشوف هنعمل إيه. بس قبل ما أروح على البوتاجاز هامسك دلوقتي البطاطس وهاقطّعها مكعبات صغيّرة، ما تكونش صغيّرة أوي برضه عشان أنا هاحط لسه معاها خضار تاني، البطاطس ما تتهريش والخضار التاني يفضل يعني نَي أو كده، أو ماسك نَفْسه مثلًا مستوي ودي تكون اتهرت. لأ، عايزة البطاطس تكون مكعبات، بس يعني مكعبات ماسكة نفسها كده، ما تكونش صغيرة أوي زيادة عن اللزوم. أيوه كده. يالّا بقى دلوقتي نروح على البوتاجاز وجبنا حلة وهنبدأ إن إحنا نقطّع فيهم، نخرّط فيهم كده البصلتين دول. هُم بصلتين صغيرين بس كويسين، حلوين يعني إيه، تمام. والرز طبعًا زي ما قُلنا دلوقتي إن إحنا حاطينه على النار سايبينه يتلدّن ويتردّد. ومعايا حلة تاني حطيت فيها كده كيلو من اللبن وهابدأ إن أنا أغلي فيه. مش هاحتاجه كلّه، هاحتاج مثلًا كوبايتين 2، بس أنا جبت كيلو على بعضه فحطيته إيه على البوتاجاز يتغلي، والباقي بقى إيه نبقى كده يعني، نشربه بقى والّا نعمل بيه أي حاجة تانية.
حطيت دلوقتي كده شوية من الزيت بعد ما فضلت أشوّح في البصلة لحد ما طلّعت الرطوبة اللي فيها والبخار اللي فيها ده، وبعد كده نزلت بشوية من الزيت ومعلقة من السمنة، وهاشوّحهم كده يا دوبك بس يدبلوا يصفروا كده، وبعد كده هانزل بالبطاطس اللي إحنا قطعناها مكعبات مع بعض، وطبعًا كنت مفصصة برضه بسلة وغسلاها كده، هانزل دلوقتي بيها وهانزل كمان بالجزر، كان معايا برضه كام جزرة كده قطعتهم برضه مكعبات، والنهارده يوم البسلة والجزر، بإن بنحتفل بيها عشان لسه طالعة والّا إيه مش عارفة. هانزل بقى دلوقتي كده الفلفل الأسود، وشوية كده برضه من الملح، وشوية من كام حباية من الحبهان، وهابهّر برضه الخضار بتاعي ده. هافضل كده أشوّح فيه شوية كده عشان كلّه يتغلِّف كده بالزبدة والسمنة بالسمنة والزيت، وبعد كده هانزل عليه بشوية من المَيّة، وهاغطّي عليها واسيبها دلوقتي خالص بقى لمّا تستوي، نيجي بقى كده نشوفها استوت والّا لأ، بيفضل فيها برضه مَيّة لإن هو أصلًا الخضار كلّه بينزّل مَيّة، يعني شوية المَيّة اللي أنت هتحطّهم مش هينشفوا، لإن الخضار برضه بينزّل مَيّة. كانت استوت كده وبقت حلوة أوي، هانزل بقى عليها دلوقتي بكوبايتين من اللبن، حلو أوي. الشوربة دي يا جماعة تحفة، تحفة، تحفة بمعنى الكلمة، هتاكليها وبُصّي هتشربيها كده مش هتشبعي منها أصلًا، وبعد كده بقى أملّحها أحط عليها شوية ملح وأعدل بقى الطعم بتاعها، لا أخلّيها لا حادقة أوي ولا عدبة أوي، حسيت إني محتاجة شوية لبن كمان، حطّيت لها كده شوية من اللبن وهاسيبها تغلي بقى عشان الخضار يشرب من اللبن ويبقى طعمه حلو. ممكن وأنتِ رايحة تقدّميها بقى ممكن تبقي تحطّي عليها مثلًا لو عندِك قشطة تحطّي عليها، بس أنا ما كانش عندي فاستكفيت وكانت حلوة وجميلة أوي. يالّا بقى نغرف الأكل بتاعنا، شوفي بقى الرز قد إيه كان مفلفل وتحفة، ألوان الخضار يعني لون الرز حلو، وحطينا كمان فيه البسلة خضرا الجزر كده برتقاني، عاطي لون تحفة جدًا، جدًا، وصرف نظر والله العظيم عن اللون كمان حبّيت الرز مفلفلة جدًا، وكمان طعمها حلو وريحتها حلوة. يالّا بقى شوية كده من الكزبرة ندّي كده شكل حلو، وإحنا كمان بنحب طعمها أوي في الأكل. وحطينا كده طبقين من المخلل وهنطلّع عيش دلوقتي برضه، ويالّا بقى نشوف الفراخ دي ونقول يا سيدي، إيه رأيِك في اللون؟ تحفة جدًا، 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 جدًا. والله العظيم الفراخ دي كانت جبارة، بجد. الصينية طالعة حلوة، لا محروقة ولا فيها حاجة، سالكة كده وتحفة جدًا، الفراخ ما نزّلتش الرز اللي فيها، الوراك كده ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت دايبة دوب، دايبة كده، مستوية بُصّي، يعني تعمليها كده تتفصص من بعضها، وكمان الرز فيها مستوي ومفلفل، وفيها الخضار mix رهيب، 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 جرّبيها ومش هتندمي. يالّا بقى نغرف الشوربة بتاعتنا، شوربة الخضار باللبن دي تحفة جدًا، جدًا. الله عليه! كانت كُلّه سُخن دلوقتي والله العظيم يا دوبك خلّصت الأكل، يا دوبك خلّصت الأكل كنت لسه يعني خلاص يعني الدنيا كده يعني بتستوي معايا، ولقيت ولادي داخلين من المدرسة وجوزي كمان جه، فقُلنا يالّا نحط الأكل بالشكل التحفة اللي قدّامِك ده، بُصّي الوراك شكلها عامل إزاي والرز والشوربة كمان جبارة، يالّا بينا كده ندوق مع بعض ونشوف الطعم عامل إيه ونشوف الدنيا كده عاملة معانا إيه. جرّبي الأكل ده والله العظيم ما هتندمي وتسلم إيديكِ وعينيكِ قبل ما تعملي أي حاجة كمان، اعمليه وإن شاء الله هيعجبِك جدًا. باتمنى إن الفيديو يكون خفيف كده على قلبكم وتكون حاجة سريعة ما تقلناش على بعض، يالّا بينا كده ندوق بقى الأكل الحلو ده ونقول أحلى كلمة يا سيدي. بُص الورك عامل إزاي، تحفة جدًا، 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 والشوربة كمان جبارة، وطلّعنا عيش وطلّعنا مخلل، ويالّا ندوق بقى الرز، الله عليه، تحفة جدًا، جدًا، طعمه كان جبار وريحته كانت بُصي، ريحة الأكل كانت قالبة الدنيا. الله! بنتي بتقول لي: "إيه يا ماما أنتِ هتتغدي والّا إيه؟" أنا مش عارفة أدخل لِك طيب عشان باصورِك، طب هتتغدي وأنتِ عندِك وسايبانا كده والّا إيه؟ يالّا بقى يا رب يكون الفيديو عجبكم والسلام عليكم.